أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين الأكارم في كل مكان في حلقة جديدة من فقرة ضيف منتداكم منتدى عدن. في هذا اليوم الاستثنائي أنا وأنتم مع شاعر استثنائي، شاعر يغوص في كثير من المفردات الجميلة التي تستدعي أهل اللغة وتستدعي أصحاب اللهجات في الوقوف أمام هذه الكلمات وأمام هذه السياقات. أنا وأنتم اليوم مع شاعر حصون حمير، هذا لقبه وهذا هو اللقب الذي يستحقه الشاعر مظهر كنداش. باسمي وباسمكم نرحب بضيفنا لهذا اليوم الجميل مع شاعر حصون حمير مظهر كنداش. أهلا وسهلا بك. سلمك الله وعافاك. بالبداية نشكر قناة عدن وكادرها ممثلة بالأستاذ القدير محفوظ حزام مقدم البرنامج، كما نشكر أيضا مشاهدينا وجمهورنا خلف الشاشة، وباسمكم نرحب بالجميع. أهلا وسهلا بك مجددا شاعرنا الرائع شاعر حصون حمير مظهر. ألاحظ في هذه الأيام هناك سلسلة من الشيلات القوية التي تشكل ثورة وإضافة في حياتك الشعرية وأيضا الفنية، فأنت إلى جانب أنك شاعر أيضا تجيد المواويل الجميلة والأصيلة. حدثنا عن الشيلة الجديدة، كلماتك وأدائك بالنسبة للشيلة الجديدة، آخر ما نزلنا في قناتي الذي هي قناة حصون حمير على اليوتيوب، يعني نزلنا قصيدة أو شيلة تحت عنوان حكم ونصايح، والذي قلنا فيها قلنا: قال كنداش يا مسكين إذا عادك أخبل، ساير الوقت يا مسكين وخلى الخبالة. قال كنداش يا مسكين إذا عادك أخبل، ساير الوقت يا مسكين وخلى الخبالة. ترك الوهم ذي خيم براسك وسطل، ساير العارفين ليش تكشف الرجالة. لا تحط القدم على الطريق المخلخل، ساير الوضع قبل القطر وحكم نشاله. لا تهوجس الذي من هايسك ما يجمل، من تجاهل بقدر الشعر ما قد قاله. لا تصف ظرفك القاسي الذي فيه ما حل، لا تبين بخبرك الذي ما يباله. ما حدا يعرف ايش العافيه قبل يعتل، ما يذوق الحريق الا الذي قد جرى له. يا مسيكين من يتم ضروري بهذل، يا مسيكين من يتم ضروري بهذل، خاصه لا عدا الوالد تزوج بخاله. واكبر البهذله لا جات تولد وتحبل، كم مكايد دبر له تدور نكاله. ابنها يلبس الغالي وكل يوم يجعل، واليتيم تاكل صبحه ويلبس شواله. يا مسيكين شوف ايش المثل قال واعمل، والحكيم اليماني ما ترك شيء محاله. قال لا تطلبوا ابن الفقر مهما ديول، صورة الفقر في عينه وجه البخالة. واطلبوا ابن الغنى ذي هو آلف من أول، با يحييك ولو فقره يدق الجبالة. والمثل قال من يعلى ضروري طاول، من تعلى رجم ومن توطى حلاله. من تركن على غيره بشربه وما كل طال جوعه من الصبحة وما عياله. يا مسيكين لا تجزع وحذرك دلل، لعنة الله على عيشه فيها رذاله. كن عزيزا ولو ذا الوقت حق من تنذل، خص نفسك وخلى النذل مالك وماله. لا تحسب حساب المال فالمال يكمل، قيمة المرء في عزه وليست بماله. ختم الأقوال صلى الله يا سامعي صل واذكر رسول الله ختم الرسالة. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. شاعر حصون حمير مظهر كنداش، بدايات دائما قوية، مع أنك لست من الشعراء الذين لا يحبذون إلا أن يتحدثون من خلال الصوت اللحني لقصائدك، المواويل في حياتك وشيلات. نصبح الراس بقوة شيء. صح الله لسانك، كلام جميل ومموسك. أيضا الشيء الملفت في قصائدك أنك أيضا تلحنها بطريقة رائعة، وسنأتي لها في ختام هذا اللقاء. الآن نريد